ابني تعب، وديته مستشفى المجلة العامة. تعب بيه؟ بطنه. كان بطنه تعبان، وديته المستشفى. الدكتورة كشفت عليه وادته علبة لبوس وجوز الدواء، كتبت له على حقنة. ورحت المرضى بتاع المستشفى، ادت الواد حقنة، بعد نص ساعة الواد فقد نظر. رحت عملت معدل في الشرطة حولتني على النيابة، والنيابة حولتني على المركز تاني، على المستشفى تاني، مستشفى المجلة العامة، عشان اعمل اجراءات تاني للواد. مدير المستشفى نفسه قفل الباب في وشي، هو موظفينه زعطوه المستشفى. رحت مستشفى الجامعه المنيا، قال لك لازم المستشفى اللي هي عملت مع الواد كده هي تديك جواب تحويل. حاولت على مستشفى المجلة تاني العامة، ما رضوش يديني جواب، ومدير المستشفى رفض ان يديني جواب تحويل على مستشفى الجامعه. وانا دايخ بقالي 3 ايام ومحدش سال خالص. والنيابه ما استدعتش لا دكتور ولا مدير مستشفى ولا ممرض ولا نبطشي. رجعت تاني يوم، الاستاذ الفاضل مدير المستشفى زعطني هو والموظفين والدكاتره وقفل الباب في وشي. مدير المستشفى مغاغه خالد نجيب قفل في وش الباب وزعطني انا والطفل في الشارع. والكلام ده حصل قدام شرطه المستشفى، وشرطه المستشفى كانت عامله محضر، بس انا مفيش وقت ان انا اعمل محضر تاني. انا عايز انجز الوقت، ومفيش حد سال فيها خالص. وانا دلوقتي عايز اعمل اي حاجه عشان خاطر الوقت. مفيش اي حد سال فيا، لا مستشفى الجامعه المنيا ولا مستشفى المجلة العامة ولا في اي حد سال فيها خالص. يعني هو لما دخل المستشفى كان معاني من بطنه بس؟ مغص من بطنه. الدكتوره كشفت له في الاستقبال، فتحت له تذكره بجنيه، والدكتوره كشفت له، ادته علبه لبوس وازاز الدواء وكتبت له على حقنه. رحت بيها الاستقبال، اديتهم الورقه في الاستقبال، جابوا الامبول جاهز، الحقنه الامبول جاهزه كده في الثلاجه معبيه وجاهزه. راحوا ادوها للواد. بعد نص ساعه لقيت الواد بيقول لي يا ابويا انا مش شايف حاجه خالص والامور ضاغطه. طب اما تفسر ده بيه طيب؟ اما الفصل ده بغلط المستشفى، غلط الدكاتره. عشان طفل عنده 6 سنين ياخد حقنه ما تكملش نص ساعه يفقد بصره، ومحدش سائل فيا، ومفيش عنايه، وعود على مدير المستشفى اللي هو خالد نجيب يزعطني بره هو والدكاتره والموظفين.